اسمعوا كده القرمشه. واو. الكنافه البسيطه بدون فلسفه هعملها لكم النهارده بطريقه الحلواني مش بطريقه ستات البيوت. هقول لكم ازاي تطلعوا مقرمشه من بره وطريه من جوه، ولو انتوا بتحبوها طريه بخطوه واحده بس هتطلع معاكم طريه، وهعرفكم ازاي تعملوها ساده او بالكريمه بطريقه ومقادير مظبوطين. يعني كل حاجه هتلاقوها في الفيديو ده. شجعوني بلايك ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه هنعمل الشربات عشان عايزاه يكون بارد. انا هعمل الشربات لمقدار كيلو من الكنافه، حط نص كيلو من السكر هيبقوا كوبايتين ونص، وهضيف عليهم 125 مللي من الميه هيبقوا كوبايه وربع. ولو عايزين الكنافه طريه يبقى هتضيفوا كوبايتين من الميه عشان الشربات يبقى خفيف شويه ويطري الكنافه. وبقلبهم لحد ما السكر يدوب، وبعد كده هرفعهم على النار، وبفرشه مبلوله ميه بمسح حروف الكازرونه عشان الشربات بتاعنا ما يسكرش. وبعد ما بيغلي بنسيبه 10 دقايق على نار هاديه. بعد ال10 دقايق بضيف معلقتين كبار عسل كلوكوز، ومعلقه صغيره من السمنه البلدي، وكمان كيس فانيليا، واخر حاجه هضيف شريحتين برتقال او شريحه ليمون، وبسيبهم يغلوا حوالي دقيقه، وبعد كده بقفل النار وبسيبه يبرد وبدخله التلاجة. هنا معايا نص كيلو كنافه طازه وفريش، دي افضل بكتير من المجمده. انا عارفه ان المجمده بتبقى افضل في التقطيع، بس كفايه كسل بقى وعاوزين ناكل حاجه صح. طبعا اسهل طريقه نقطعها بيها وهي فريش كده بنقطعها بالمقص او السكينه. انا بحب تقطيعه الكنافه تكون واضحه عشان انا عاوزاها كنافه مش بودره كنافه. بس هنا كده انتوا ورغبتكم، قطعوها زي ما تحبوا. وبعد كده بضيف عليها معلقتين كبار سكر بودرة، وبقلب السكر مع الكنافة. ومش هضيف السمنة دلوقتي. ودي صينية مقاس 30، ودول 250 جرام سمنة يعني ربع كيلو. وحاولوا تستخدموا سمنة تكون صفرا مش بيضة علشان الكنافة تطلع معاكم لونها ذهبي مش مطفي. في الأول باخد معلقتين منها وبدهن الصينية، وابدأ أوزع الكنافة في الصينية. وبطلع الكنافه كده على حروف الصينيه عشان هحشيها كريمه، لكن لو مش تحشوها كريمه اعملوها كلها سوا واحد. سبت حوالي تلت الكنافه عشان احطها على الوش بعد ما احشيها، وبجيب صينيه تانية اصغر منها وبكبس الكنافه عشان تطلع معايا متماسكه. كده تمام، اتساوت كويس. سيحت السمنه بتاعتي في الميكرويف، او ممكن تسيحوها على النار، بس سبتها لما بردت وبقت دافيه عشان لو حطينا السمنه على الكنافه سخنه هتعجن الكنافه. باخد كده بالفرشه وبوزع السمنه كويس، طبعا كده افضل عشان الكنافه ما تكتلش واجزاء منها تتحرق وهي بتستوي. لكن كده بتطلع ما فيهاش اي كتل ولونها كله بيبقى موحد. وعلى فكره الحلواني بيعمل كده. ونفس الكلام بسيب تلت السمنه عشان وش الكنافه، وبالصينيه بضغط عليها بسيط كده وبسيبها متغطيه عشان ما تنشفش على ما اروح اجهز الكريمه بتاعتها. دلوقتي هبدأ اعمل الكريمة بتاعتها اللي بيسموها الكريمة الكدابة. الصينية دي هتاخد مقدار كيلو الا ربع من الحليب، وعليهم 5 معالق كبار نشا. هقلبهم مع بعض على البارد، وبعد كده هحطهم على النار وبستمر في التقليب لحد ما تبدأ تتقل معانا. بعد كده بحط عليها معلقة صغيرة زبدة، ونص معلقة صغيرة فانيليا او ظرف فانيليا. بديهم تقليبة وبعد كده برفعهم من على النار، وبجيب صينية الكنافة وبشيل من عليها الصينية اللي كنت مغطياها بيها وبنزل عليها الكريمة وهي سخنة، بوزعها كده وبسيبها لحد ما تطلع البخار بتاعها. بعد كده بحط عليها باقي الكنافه وبحاول اسويها كده، وبجيب بقيه السمنه ونفس الكلام بوزعها بالفرشه لحد ما اخلص كميه السمنه اللي معايا. وبسويها كده بالصينيه من غير ما اضغط عليها. وبكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 200، وبحط الصينيه في الرف اللي قبل الاخير على صاجه الفرن. ولما تبدا حروفها تحمر بشغل عليها الشوايه وبنتابعها لحد ما وشها يحمر. وبالنسبه للشربات اللي انا عملته، بعد ما برد باخد منه كوبايه واحده بس لصينيه الكنافه دي، والباقي بشيله لحد ما بحتاجه لصينيه كنافه تانية. وبنصب شربات على الكنافه وهي سخنه.
90% من اللي سألتهم بيحبوا الكنافة سخنة، وال10 التانيين اللي أنا منهم طبعا بطنهم بتوجعهم لما بياكلوا الحلويات سخنة. كلوها وانتم متهنيين كما تشاءوا. جربوها ومستنية رأيكم، وأشوفكم قريب في فيديو جديد. مع السلامة.